السلام عليكم. عاملين ايه يا بريبون؟ يا رب تكونوا بخير. نقول بسم الله ونبدأ في أول جفرنرات. يلا بينا بسم الله. عندنا the first questions بيتكلم عن choose the correct answer. نمبر 1 بيقول لي ايه؟ بيقول لي if x over 15 equal 2 over 5. طيب، عندنا حبايبي هنا هو دي كنا بنحلها بايه؟ بطريقتين. عندنا طريقة اللي هي اسهل طريقة خالص، بس لو ما نفعتش هنضطر نعمل الطريقة الايه التانية. اول طريقة عندي اللي هي سهلة خالص، هسأل كده الفايف become 15، عملنا لها تايمز كام؟ عملنا لها تايمز 3. as we do in denominator do in numerator، هنعمل برضو numerator times 3، يبقى الاكس it will be كام؟ 2 times 3 equals 6. دي الطريقة الأولانية. أحيانا ما بينفعش نعمل كده، ما بنلاقيش هنا 5 مثلا تايمز 3 دينا 15، لا ممكن يكون هنا نمبر تاني مثلا 12. ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها بنعمل كروس مالتيبليكيشن. يعني باجي هعمل ايه؟ هعمل ده تايمز ده ديفايدد ال 5. يبقى في الحالة دي هقول له 15 تايمز 2 divided by 5، وهعمل simplify عادي. divided by 5 divided by 5 equal 1 equal 3. 3 times 2 equal 6. لازم تدينا نفس الانسر. طبعا لازم تدينا نفس الايه الانسر. طيب تعال نشوف كده نمبر 2 بيقول لي ايه. بيقول لي if the origin point in the midpoint of AB، تمام، and A equal 5 and negative 2 then B equal 1. طيب انا عشان اعمل مسألة زي ديت على فكرة بتبقى سهلة جدا. لما بتبقى عندي الاوريجن هي الميد بوينت، في الحالة دي الاي عندي بكذا، يبقى البي هتبقى الاوبزيت بتاع كل ايه نمبر جوه الاوردر ديبير. يعني ايه اوبزيت؟ يعني لو كانت بوزيتيف تبقى نيجاتيف، لو كانت نيجاتيف تبقى بوزيتيف. يعني كل اللي انا هعمله هغير الساين بتاع الاوردر ديبير. كل اللي انا هعمله هغير الايه الساين بتاعت الاوردر ديبير ده. يبقى البي هتيكوال كام؟ هتيكوال نيجاتيف 5. ودي كانت نيجاتيف 2، لا هتبقى 2. يبقى عندنا هنا ايه؟ البي ات ويل بي ايه؟ لتر دي. طيب تعال نشوف كده اهوت. عندي ايه؟ عندي ذا كوادريلاترال هاز نقط دياجونال. مين الكوادريلاترال ده حبايبي؟ اللي عنده فور سايدز. طب هو اللي عنده فور سايد ارسمه اي شكل عنده فور سايد، اي شكل. عشان ارسم الدياجونال، اولا هي الدياجونال عباره عن ايه؟ عباره عن لاين جوين between two non-consecutive ايه vertices. يعني ايه الكلام دوت؟ لاين بيوصل ما بين اتنين فيرتكس او اتنين فيرتيسيز، بس نون ايه adjacent، يعني مش اللي ورا بعض. نون consecutive يعني مش ورا بعض. فانا عندي ممكن اعمله كده وممكن اعمله كده. يبقى عندي كوادريلاترال عنده كام دياجونال؟ عنده 2 دياجونال. افتكروا السكوير عنده كام دياجونال؟ عنده 2 دياجونالز. طب الريكتانجل عنده برضه 2 دياجونالز. يبقى انا عندي كوادريلاترال عنده how many diagonals؟ عنده 2 diagonals. يلا بينا نمبر 4. بيقول لي اي بي intersect السي دي في الام. احنا قلنا الريليشن دي دايما اول ما نشوفها هطلع منها حاجتين. حاجتين مش حاجة واحدة، حاجتين. اول حاجة vertically opposite angle. اتنين تو انجلز في وش بعض بيسلموا على بعض بيكونوا ار ايه؟ ار equal. طيب ايه تاني حاجة ممكن استفيدها من هنا؟ العلامة اللي فوق دي حبايبي، ايه دي؟ دي علامة الاستريت. يعني ايه؟ يعني هطلع منها straight angle. يعني two angles او more than two angles على نفس السايد ده هيدينا 180. يبقى هطلع منها straight angle. يلا بينا كده نشوف هو عاطينا ايه وعايز مننا ايه. هو عاطينا الاتنين intersect وعايز الفاليو في ايه؟ الفاليو في x. تمام. طيب بصينا كده اهوت هنلاقي ده احنا عندنا في اتنين اوبزيت اهو في وش بعض بيسلموا على بعض، بيسلموا في وش بعض وبيسلموا على بعض اهو. مين دولت؟ انا عندي هنا ال 2x وعندي كام؟ ال 60. هنا مش عايز بروف، يعني مش هقول له بقى الانجل، لا هشتغل على طول هقول له 2x equals 60. وهعمل ايه؟ الريليشن ما بين ال 2 والاكس معموله تايمز، تروح الناحيه التانية تبقى divided 2. يبقى هنا عندنا الاكس هتيكوال كام؟ 60 divided 2 هتيكوال كام؟ هتيكوال 30. يلا بينا نمبر 5. بيقول لي an airplane model is made with a scale of 1 to 1000 if the length of the model is 7.5 centimeter then the real length of the airplane is 1. طيب بص حبايبي كده اهوت، هو عاطينا الدروينج سكيل نفسه. ما دام قال 1 to كذا يبقى ده كده اسمه الدروينج سكيل بتاعنا. الدروينج سكيل لما بيديهولنا بالسنتيمتر. الاتنين بالسنتيمتر. نكونوا متفقين ان دول كده بالسنتيمتر، يبقى اي حد يتحط تحتهم هيبقى بقى لازم يكون بالسنتي ايه؟ بالسنتيمتر، لان مش هينفع نعمل ولا تايمز ولا ديفايدد وهما الاتنين ايه؟ ديفرنت يونتس. طيب انا عندي هنا عطولي الموديل. ناخد بالنا من كلمة موديل.
احنا عندنا كنا بنحط الايه الدروينج سكيل بنحطه ازاي؟ الدروينج لينس تو ريل لينس. ايه ده يا ميس، هو الدروينج كان الاول؟ اه يا حبايبي، الدروينج كان الاول. احط الدروينج سكيل اللي هو عطوه 1 to 1000. تمام. وبعدين ابتدي احط النمبر اللي هو عطوهولي، يا ترى احطه عند مين بقى؟ احطه تحت الدروينج ولا احطه تحت الريل؟ لازم اقرا المساله كويس جدا. قال لي انا عايز ايه؟ قال هنا الموديل. الموديل ده كده عباره عن ايه؟ ده ريل؟ لا طبعا، ده موديل احنا عاملينه كده مجسم كده هو. فده كده هيبقى ايه؟ هيبقى الدروينج لينس. يبقى احط ال 7.5 تحت مين؟ الدروينج لينس. قبل ما احطها اتاكد ان هي بنفس اليونت اللي هي السنتيمتر. اه تمام، متشكرين جدا لحضرتك. هعملها بالسنتيمتر. وبعدين هعمل كروس مالتيبليكيشن. هعمل ده تايمز ده ديفايدد ده. يبقى انا عندي هنا، عندنا عشان اجيب ايه هنسميه اكس اللي هو عايزه. هو عايز ايه؟ عايز الريل لينس، هسميه اكس. يبقى الاكس هتيكوال كام يا حبايبي؟ هقول له ان الاكس ايكوال 1000 تايمز الايه ال 7.85. 1000 تايمز ال 7.5 ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي 1. ملوش لازمه تحت، ملوش لازمه. هحرك البوينت 3 ايه 3 digits into ايه into right. وبعدين هيدينا 7500. هختارها كده على طول. هيطلع غلط. ليه بقى حبايبي هيطلع غلط؟ عشان احنا ما خدناش بالنا. تصوروا لتر كده محطوط في الاخر، وده هيغير المسألة خالص ويحطها في حتة تانية. ده ايه ده مش عايزه بالسنتيمتر. احنا كل ده عمال اقول لكم هات دروينج سكيل بالسنتيمتر، اي حاجة هنحطها تحته يكون بالسنتيمتر. يبقى طبيعي الانسر اللي احنا طلعناها بالايه؟ ده كده سنتيمتر يا شباب. امال هو عايز ايه؟ عايز بالميتر. طب ما دام هو عايز بالميتر يبقى لازم هعمل كونفرت للنمبر ده انتو متر. طيب يا حبايبي، من السنتيمتر للمتر، ده انا برجع هعمل ديفايدد كام؟ ديفايدد 100. يبقى انا هعمل ده كده ديفايدد 100 عشان احوله بالمتر هيدينا كام؟ 75 ايه متر. يبقى الانسر it will be letter D. ما نغلطش الغلطة دي. يبقى كل كلمة كل حرف في السؤال لازم يتقرا كويس جدا. يلا بينا كده، عندنا نمبر 6. بيقول لي هنا in the opposite stem and leaf plot. عايز الميديان بتاعنا. طيب الميديان بتاعنا عندي حاجة من اتنين، يا اما اخد النمبرز كلها واجيب الميديان واعمل كانسليشن من الرايت وكانسليشن من الليفت، يا اما هضطر ان اعمله هنا. طب ما هنا على فكرة الارقام صغيرة جدا وقريبة، بس ناخد بالنا كنا بنشتغل ازاي. بنشتغل من كانسليشن ازاي؟ من تحت من الرايت، من فوق من الليفت. يبقى حبايبي تحت كنا بنشتغل من الرايت، ها فوق من الليفت. هكنسل اهو واحد ايه من هنا وواحد من هنا. يبقى واحد اهو من الليفت وواحد من الرايت. خلصنا اللاين ده. هطلع في الايه في الرول اللي فوقيه. هعمل ايه؟ برضو احنا قلنا من تحت يبقى من الرايت. يبقى هكنسل من الرايت. هكنسل واحد قصاد واحد. ما نستعجلش، خصوصا في الاستيم اند ليف ده ما ينفعش فيه استعجال خالص. تمام. وبعدين هكنسل ده وهكنسل بقى مين من فوق. احنا قلنا اللي فوق شغالين من الليفت. يبقى هكنسل ده. يتبقى لي بقى مين؟ يتبقى لي السفن. هنحط 7 بس. ممكن على فكرة اللي هي في التشويسز عندنا عشان يلخبطنا. لا، اسمها 47 ما ننساش. يبقى اسمها ايه؟ 47. تمام. ما ننساش هي كانسليشن من تحت من الرايت وفوق من الليفت. يلا بينا كده. the mean of the values. المين equal what؟ ده values عادية. الفاليوز العادية كان الرول بتاعها سهل جدا. كان بيقول لي ايه؟ المين equal السم عن number. السم of values عن number of values. تمام. السم بتاعهم هنعمل لهم كلهم بلس 5 بلس 7 بلس 1 بلس 4 بلس 3 divided by كام؟ الكاونتنج بتاعهم هم عندهم كام عددهم؟ 1 2 3 4 5. طيب هنعملها ازاي حبايبي؟ الكالكوليتور في ايدينا. يلا بينا. لاين فراكشن. نحط فوق 5 بلس 7 بلس 1 بلس 4 بلس ايه بلس 3. ننزل تحت divided by كام؟ 5. هيدينا كام؟ هيدينا 4. يبقى الانسر it will be ايه؟ letter C. يلا بينا اللي بعده. The measure of the angle in the measure of an angle is 100 degree, then the measure of the supplementary angle is what؟ حبايبي supplementary يعني ايه supplementary؟ يعني السم بتاعهم 180. لا ثواني كده. يبقى انا هعمل ايه؟ اول ما يقول لي supplementary هجري كده على طول اقول له 180 minus
تاني. يبقى اول ما يقول لي supplementary حاجه راح احط له ايه؟ 180 ماينس. ماينس كام؟ ماينس الانجل اللي هو عطاها لي، وات ايفر بقى الانجل اللي هو عطاها لي اهي ماينس 100. هت equal كام؟ هت equal 80 degree. يبقى الانسر it will be 80 ايه؟ 80 degree. يلا بينا اللي بعده. هنا the value ايه؟ that represent the first ايه quartile. طيب نفتكر كده مع بعض يا حبايبي النمبر البوكس بلوت ده كان بيتكون من ايه، ونشوف بعد كده هو عايز ايه بقى مننا. يلا نفتكر كده مع بعض. البوكسية ديت كده نفسها اللاين اللي جواها من جوه ده كده كان الميديان. طيب اللاين اللي في الاول اللي من ناحيه الايه البدايه بتاعتنا من الليفت، خدوا بالكم. تمام، اللي من ناحيه البدايه كان الكيو 1. مين الكيو 1؟ كان ليه اسم تاني، كان اسمه اللور كورتايل او الفيرست كورتايل. اللور اللور ليه لور؟ عشان ناحيه الارقام الصغيره. طيب تعال نشوف بقى كده الكيو 3. الكيو 3 ده اللي هو كان الابر كورتايل او السيرد كورتايل. الابر ليه؟ عشان ناحيه الارقام الكبيره. امال مين فين يا ميس الكيو 2؟ الكيو 2 هي الميديان. يبقى عشان ممكن يجي لنا سؤال ويوقعنا. مين الكيو 2 حبايبي؟ الميديان هي كيو 2. يبقى هنا عندي كيو 1 كيو 2 كيو 3. طيب عندنا في شبه النيل كده اهوت وليها هيد كده صغيره. مين الهيد ديت؟ دي كده المينيمم، اصغر رقم عندنا. طيب نفس الكلام في نيل الناحيه التانية وليه هيد برضو. مين ديت؟ الماكسيمم. افتكرنا حبايبي البوكس بلوت بيتكون من ايه؟ دول كده الفايف ايه؟ الفايف نمبر سمري. اللي دي عندي هنا 1 2 3 4 5. دول فايف نمبر سمري. نرجع بقى اشوف هو عايز ايه. عايز الفيرست كورتايل. مين الفيرست كورتايل؟ بكام؟ انزل كده اخد النمبر بتاعه عندي ب 6. يلا بينا نشوف اللي بعده. هنا بيقول answer the following questions. هنا عندنا by using opposite Venn diagram. طيب عشان استخدم الفين diagram عندنا طريقة من اتنين. يا اما بتعرف تقرا الرسمة بتاعتك، يا اما هنضطر نعمل حاجة تانية. ايه هنضطر نعمل ايه؟ نجيب الفاليو بتاع الاكس لوحدها والفاليو بتاع الواي لوحدها ونعملهم منين؟ نعملهم من السيتس بتاعتهم. طيب تعال نشوف كده هوت. لو احنا هنجيب الفاليو بتاع الاكس لوحدها هعمل ايه؟ حضرتك هتمشي كده هوت تعمل لي فريم حوالين السيركل. تمام، وتاخد كل الفاليوز اللي موجودة جوه الفريم اللي حضرتك عملته. تمام، يبقى الاكس ايكوال وات؟ عندي هنا هو 2 3 5. تمام. طيب الواي بكام؟ حضرتك برضو كده تعمل لي فريم حوالين الواي. كل ده حبايبي شغلك في الرسمة بالبنسل مش بالبن. بالبنسل عشان لو حبيت تعمل اريز، حبيت تعمل اي حاجة ما تضيعليش كل الحاجة اللي جوه وتشطب لي عليها. تمام. مين اللي جوه الواي يا حبايبي؟ الفايف والسفن. يبقى الواي ايكوال 5 و7. هبتدي بقى كده اشوف بقى هو عايز مني ايه. عايز الاكس انترسكت. قلنا دي كده بنحط لها الاي عشان تبقى انترسكت الواي. تمام. يبقى هنا عندنا يعني ايه كلمة انترسكت؟ يعني الكومن المشترك ما بين الاكس والواي. عارف تطلعها من الرسمة؟ يبقى هنا الكومن اريا، الجزء اللي كومن اريا ما بينهم دي هي كده الايه الانترسكشن. بكام؟ ب5. وما ننساش نحط البريسز يا حبايبي. تمام. طيب لو انا عايزه اجيبها يا ميس من السيتس بقى نفسها بعملها ازاي؟ بشوف من الريبيتد نمبر اللي موجوده هنا من الريبيتد اليمنت اللي موجوده عندي هنا الفايف والفايف. تمام. يبقى هنا ده كده الانترسكشن. طيب اللي بص لفوق قلنا بنحط قبليها ايه؟ تبقى قول ايه؟ قول اللي عند الاولاني وقول اللي عند التاني. ليه؟ اللي بص لفوق طماعه بتاخد كل الاولاني وكل التاني. طيب ما لو انا عندي الفين دايجرام سهله جدا، باخد كل النمبرز اللي موجوده. طب لو انا عندي ست بالمنظر ده هكتبها ازاي؟ باخد واحده منهم احطها كلها. تمام، حطينا الاولانيه كلها. حاجه احط التانية، احط الفايف لا دي موجوده. ما ننساش ان احنا جوه الايه الست لازم ويزاوت ريبيتد، ما بكررش النمبر خالص. يبقى الفايف موجوده ما بحطهاش خلاص، هي اتحطت. اتبقى لي مين؟ السبعه. تمام. طب لو انا هحطها من الفين دايجرام مفيش ريبيتد في الفين دايجرام، احنا ما بنعملش ريبيتد. تمام، هتلاقيها هي 2 3 5 7 مظبوطه. طيب تعال نشوف كده نمبر 2 بيقول لي ايه. بيقول لي اد الايه الاكسبريشن ده والاكسبريشن دوت. طيب هنعمل لهم اد ازاي يا حبايبي؟ هحط بلس، مش هعمل اي حاجه تانية. يبقى في الاديشن بعمل بلس عادي، حتى مش بحط براكت، لا مش بحط اي حاجه خالص، بعمل بلس عادي. لكن في الماينس بقى كده بقى ده احنا هنقول لكم بقى لما يجي لنا ماينس هنشوف كده كان ايه كنا بنعمل ايه. يبقى هعمل ايه؟ هشوف اللايك تيرمز. مين اللايك تيرمز؟ هنا عندي 2x وهنا عندي x. طب الاكس دي كده ايه؟
ده ما عندهاش coefficient، لا هي عندها بس عندها 1. تمام، يبقى هنا عندي 2x بلس 1x هيدينا كام؟ هيدينا 3x. تمام، في كده لايك تيرمز تاني، عندي ال 3y بالبوزيتيف، ناخدها كده سيركل وناخد الساين معانا. نفس الكلام هنا عندنا برضو ايه y بس بالنيجاتيف، قلنا مفيش حاجة يبقى فيها 1 مش مفيش. يبقى هنا عندي على الكالكوليتر بتاعتنا هقول له 3 ماينس ال 1 هتيكوال 2. 2 بالبوزيتيف، 2 بالبوزيتيف. اخر حاجة عندي النمبرز، هنا عندي نيجاتيف 5 وعندي هنا بوزيتيف 8. على الكالكوليتر بتاعتنا هنكتب نيجاتيف 5 بلس ال 8 هيدينا 3. 3 هنا ايه؟ ما دام ما حطش ساين تبقى هي ايه؟ بوزيتيف. ميس هي كده خلاص خلصت؟ خلاص خلصت. تمام، يلا بينا نمبر 3. بيقول لي a man wants to divide 5000 LE between his two sons with the ratio of 2 to 3. calculate the share of each one. هنا عايز كل واحد هياخد كام. طيب اول حاجه حبايبي بنسال نفسنا كده، يا ترى ال 5000 ديت ده كده عباره عن ايه؟ ده 5000 ده لسه هيوزعهم على التو سونز، يبقى ده كده التوتال. يبقى لازم اعرف ان ده كده عباره عن ايه، ده كده توتال ولا بتاع حد معين ولا ايه؟ لا ده كده توتال. تمام، هبتدي اعمل ايه؟ الريشيو بتاعنا موجود اهو. تمام، هحط له بس كده بليس جديد كده واسميه الصم. تمام، وهعمل الصم الاول بتاع الريشيو ما ننساش، يبقى الصم الاول بتاع الريشيو اللي هو عطاهولنا احط 2 بلس 3 هتيكوال 5. وبعدين الصم بتاع التوتال بتاع الريد نمبر اللي هو عطاهولي دوت اللي احنا حطيناه بالتوتال ده هناخده نحطه تحت الصم 5000. وابتدي اعمل بقى سيزر، هجيب ده كده الاول مثلا. تمام، يبقى هقول له 5000 تايمز 3 ديفايدد باي 5، يبقى ده كده الاولاني. شوف يدينا كام، الكالكوليتور في ايدين. هعمل لاين فراكشن 3 times 5000 divided by، هنزل هعمل كده كليك تحت، divided by 5 هتيكوال كام؟ هتيكوال 300. ادي كده الاولاني. طب التاني هعمل سيزر برضو للتاني، يبقى هنا 2 times ال 5000 divided by ايه؟ divided by 5، يبقى هنا 2 هتيكوال وات؟ الكالكوليتور معانا. ممكن ارجع وهكنسل بس 3 واخليها 2، واقول له ايكوال طلع لي ب 200. وكده جبنا ايه each of them. تمام، يلا بينا نشوف اللي بعده. هنا عندي نمبر 4 بيقول لي ABCD is quadrilateral، ال AB parallel لل CD. طيب ما دام عطلنا حبايبي باراليزم بدور على حاجة من 3. ايه هما التلاتة اللي هدور عليهم؟ يا اما الزي، في الحالة دي هيكون عندي الاتنين اللي جوه are equals، يا اما الاف. طبعا الزي كده الزي مفتوحة شوية، احنا خلاص عارفين الكلام ده. الاف بتاعتي الاتنين اللي تحت اللاين او الاتنين اللي فوق اللاين are equal، يا اما اليو. وفي الحالة دي بيكون الاتنين من جوه، وفي الحالة دي بيبقى الصم بتاعهم 180. يبقى دول equal ودول equal، لكن دول الصم بتاعهم 180. تمام. طيب يلا بينا كده نشوف الرسمة اللي عندنا، يا ترى عندها زي؟ لا. عندها اف؟ برضو لا. عندها يو؟ تعالوا بينا كده عشان نعرف الاول بنمشي ازاي على اللاينز عشان ما نعملش حاجة غلط. احنا ممكن نعمل حاجة غلط طبعا. احنا ناخد اي لاين من البارلل دي علامة البارلل يا حبايبي. هناخد اي لاين منهم نمشي عليه من التو بارلل اللي هو عطاهم، وبعدين همشي على اي لاين بقى. اللاين بقى دوت كده اللي عندي. تمام، وبعد كده هروح لللاين البارلل التاني. تمام، لحد كده هعمل ستوب. ده كده لتر يو، ده كده لتر يو. يبقى انا عندي الانجل دي بلس الانجل دي 108. الله ينور عليك. يبقى الانجل بتاعت السي بكام؟ هقول له الانجل بتاعت السي هقول له 180 ماينس الانجل بتاعت البي هيدينا مين؟ هيدينا سي. هتيكوال 80 ديجري. طيب ميس انا ممكن اشتغل من الناحية التانية؟ طبعا ممكن اشتغل من الناحية التانية، ممكن اشتغل بطريقة تانية خالص مختلفة. ايه الطريقة التانية خالص المختلفة؟ اولا احنا لما نجيب انجل لازم نحطها على الرسمة. ليه بقى؟ عشان ابقى شايف الرسمة واعرف احلها واكمل الايه الحاجة اللي عليها. يلا بينا تعال نشوف كده هوت ايه. احنا حطينا هنا طلعت بكام؟ ب 80.
انا ممكن اجيب الانجل الفورس انجل دي ازاي؟ انا عندي السم بتاع الايه بتاع الانتيريور انجل اوف كوادريلاترال ايكوال كام؟ ايكوال 360. هقول له 360 ماينس 50 بلس ال 100 بلس ال 80 يدينا الانجل دي. طب دي طريقه. ممكن ايه الطريقه التانية؟ الطريقه التانية ان احنا نعمل نفس اللي احنا عملناه من شويه، بس بدل ما امشي من الناحيه دي همشي من الناحيه التانية. يعني اخد واحده بارلل، واخد اللاين ده، واخد الباراليل التانية. إيه ده بقى؟ عندي برضو انتيريور اهو. اه، يبقى هنا الانجل بتاعت الدي هات ايكوال وات؟ الانجل بتاعت الدي هات ايكوال 180 برضو. اه، ما هو الصم بتاع الانتيريور ايكوال 180. تمام، ماينس ال 50. هنا ماينس ال 50 هات ايكوال كام يا حبايبي؟ هات ايكوال 30 ديجري. هيكوال 130 ديجري. يبقى هنا حبايبي هتبقى 130 ديجري. تمام. طب لو عملناها بالطريقة التانية، قلنا 360 minus 100 بلس ال 80 بلس ال 50 هيدينا برضو 130 degree. تمام يا حبايبي. طيب يلا بينا كده نشوف اللي بعده. بيقول هنا the opposite pie chart presents the favorite fruit for 150 students. عايز أول حاجة هنا إيه؟ بيقول لي how many students prefer banana. فين البنانة حبايبي؟ أهي. طيب هنا حبايبي طلب مننا انجل ولا how many student؟ احنا عندنا اول حاجه كان عاطينا هنا ايه؟ النمبر بتاع التوتال بتاع الستودنت، نحط عليه سيركل كده محترمه كده عشان نبقوا شايفينه قدامنا. تمام. نسال بقى كده الليتر ايه بيقول لي ايه؟ هاو ماني ستودنتس. تمام، هاو ماني ستودنتس دي كده هنعمل ايه؟ هنعمل تايمز الستودنت دول. امال امتى يا ميس بنعمل تايمز 360؟ لما يطلب مني انجل. تمام، او لما يطلب مني نرسم الباي تشارت، وهنا الباي تشارت هو عطاهولي. يبقى لما يطلب مني انجل ساعتها هنعمل تايمز 360. ما طلبش مني انجل بنعمل تايمز النمبر اللي هو عطاهولي. طيب يلا بينا. البنانه بكام يا حبايبي؟ البنانه عندي 40%. بعمل ايه؟ بحول ال 40% بدل علامه البرسنت احط اوفر 100. يبقى انا كل اللي انا عملته شلت البرسنت دي وحطيت اوفر 100 تايمز. تايمز مين؟ تايمز التوتال اللي هو عطولي اللي هو ال 150. والكالكوليتور بتاعتي يلا بينا. هقول له كده لاين فراكشن بتاعي 40 divided by 100، وهطلع من الفراكشن ده بايه؟ هعمل رايت كليك. تمام، تايمز ال 150 هي ايكوال كام؟ هي ايكوال 60. فطلعوا بكام؟ 60 students. يلا بينا. letter B بيقول لي what is the percentage of the students who prefer peach. طيب ثواني كده، هو ما طلبش هنا الايه النمبر بتاع الستودنت، طلب مني البرسنتج. طيب هجيب البرسنتج ازاي؟ ما احنا هنشوف هو عايز مين. عايز البريفير بيتش. ده هو مش عطاهالي اساسا، دي هي فاضيه. طيب دي بجيبها ازاي؟ احنا عارفين يا حبايبي الباي بتاعتنا لو عملنا الصم بتاع كل البرسنت بتاعتها هيدينا كام برسنت؟ 100. الله ينور عليك، يدينا 100%. لكن الصم بتاع الانجلز كام؟ 360. الله ينور عليك، يبقى الانجل 360 الصم بتاعه. لكن البرسنت الصم بتاع البرسنت 100 ايه برسنت. فانا عشان اجيب الحاجه الميسنج دي هعمل ايه؟ تمام، هنعمل 100 ماينس ده بلس ده بلس ده. الله ينور عليك. يلا بينا كده نشوف هنعملها ازاي. هقول له هنا 100 ماينس اوبن براكت، هحط فيه بقى مين؟ 35 بلس 40 بلس 20، واشوف يدينا كام. يبقى ده كده البرسنت ايه بتاعتي. وما ننساش الستبس بتاعتنا زي ما مكتوبه بالظبط. هقول له ماينس واوبن براكت. طب يا ميس لو ما عملتش اوبن براكت هتطلع الانسر غلط. هنا 35 بلس 40 بلس 20 كلوز البراكت equal 5. ايه ده 5؟ ايه دي يا ميس؟ مش انت عايزين برسنت؟ عايزين برسنت يا ميس، يبقى 5%. بس كده؟ بس كده. وباين ان هي صغنونه جدا، ففعلا باين ان هي 5 ايه percent. calculate the measure of the central angle. ده هنا عايز ايه بقى؟ ده هنا عايز calculate the measure. هنا measure of central angle of the upper sector. الابل sector هنا عندي بكام؟ عندي ب 35%. طيب هاخد ال 35%، قلنا بنحولها 35 over 100.
تايمز بقى مين؟ ده كان عايز انجل، ده مش عايز النمبر اوف ستودنتس، لا ده هنا عايز الانجل، يبقى تايمز ايه يا حبايبي؟ الله ينور عليك، تايمز 300 ايه 60. وعلى الكالكوليتور بتاعتنا ونروح نخلصها، يلا بينا. لاين فراكشن 35 divided by 100، وهطلع من الفراكشن برايت كليك تايمز 360 هتيكوال كام؟ 120 ايه 26 degree. تمام، يلا بينا. نمبر 6 بيقول لي هنا ايه؟ ABC is a triangle measure of A equals 3y measure of B 2y measure of angle C equal y find the value of y. طيب بصوا حبايبي، احنا عندنا كده ايه؟ كلهم عبارة عن variable جوه التريانجل. لما بيكون عندي كلهم variables بنعمل لهم ايه؟ كلهم بلس. يبقى هعمل لهم كلهم بلس، كلهم بلس، يبقى انا هبلس كله، هقول له الواي بلس ال 3y بلس ال 2y. يلا بينا، ادي y بلس ال 3y بلس ال 2y. ايوه يا ميسو بعدين، ما هو احنا عندنا هنا 3 angles جوه التريانجل، هو السم اوف interior angles of triangle equal what؟ الله ينور عليك 180. يبقى انا هنا عندنا هقول له ده بلس ده بلس ده equals 180، وابتدي اعمل بلس للايه؟ للواي اللي جوه ديت. ما ننساش يا حبايبي، انا عندي هنا مفيش حاجه ما اسمهاش مفيش، في 1 لازم كل variable عنده coefficient، ما دام مفيش يبقى كان 1. تمام، يبقى هنا 1y بلس 3y بلس 2y يدينا كام؟ يدينا 6y. كل ده equal كام؟ 180. الريليشن ما بين ال 6 والواي تايمز هوديها الناحية التانية تبقى divided 6. يبقى الواي هتيكوال كام؟ على الكالكوليتر بتاعتنا 180 divided by 6 هتيكوال 30 degree. يلا بينا كده نشوف آخر سؤال. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي ال AB parallel لل CD، وقلنا أول ما يقول لي parallelism بالمنظر ده بنعمل ايه يا حبايبي؟ بروح أدور على الزي، ادور على الاف، ادور على اليو. يلا بينا، انا عندي باينه جدا ان هي عندي اف اهي. الله ينور، تمام. عندي البارل اهو، وعطينا الايه؟ الانجل اللي تحت اللاين ده والانجل اللي تحت اللاين ده، وليتر اف، تمام. يبقى احنا عندنا الانجل دي ايكوال الانجل دي. يبقى هقول له هنا سنس، لازم استخدم الحاجات اللي موجوده عندنا. سنس ان الاي بي بارلل للسي دي therefore يبقى measure of angle A. هو عايز الفاليو اوف اكس، وعايز كمان الريفلكس اوف ايه. لا ثواني كده، احنا نجيب الاول لتر ايه وبعد كده نبقى نروح نجيب الفاليو اوف اكس. اللتر ايه بيقول لي انا عايز الايه ريفلكس اوف ايه. ايه ده يا ميس؟ ايه السؤال دوت؟ احنا اول مره نشوفه. يعني ايه كلمه ريفلكس يا حبايبي؟ الميجر بتاعه الانجل ايه اهي، امال مين الريفلكس؟ هتبقى دي. تمام. طب ودي انا هجيبها ازاي؟ ما احنا عارفين ان هنا الايه الانجل بتاعت الايه بلس الريفلكس بتاعت الايه يدينا كام؟ الاتنين على بعض يدينا 360. الاتنين على بعض accumulative انجل الراوت اتا ايه اتا بوينت، يبقى كام الصم بتاعهم هما الاتنين؟ 360. يعني عشان اجيب الريفلكس بتاعتها هي ايكوال كام؟ هقول له ايكوال 360 ماينس ال 126. شوف يدينا كام. يلا على الكالكوليتر بتاعتنا 360 minus ال 126 هتيكوال كام؟ هتيكوال 234. ايه ده؟ هو في انجل يميس كده؟ ما احنا عارفين الريفلكس بتبقى more than 100 ايه degree، ما ننساش. تمام. طيب يلا بينا اللي بعده بقى. هنا find the value of x. يلا بينا، ال value of x اجيبه ازاي؟ لسه قايلين من شويه ده بارلل ده، يبقى ده كده الانجل بتاعت هنقولها بقى بي اي سي. يبقى هنا سنس ان ده بارلل دوت، يبقى therefore measure of angle BAC equal measure of angle بقى مين يا حبايبي؟ DCA. DCA اللي هي الانجل دي DCE. تمام، هما الاتنين ايه؟ طب ايه الريليشن ما بينهم؟ هما دول اف. طب انا اكتبها ازاي اف دي بقى؟ اكتبها corresponding، ما ننساش، يبقى الاف بتبقى corresponding. يلا بينا. طيب هي الانجل بتاعت البي اي سي بكام؟ 126 نكتبها تحتها. والميجر بتاعت الانجل دي سي اي بكام؟ ب 3 اكس نكتبها تحتها. هبتدي اعمل ايه؟ عادي ايكويشن عاديه جدا، الريليشن ما بين ال 3 والاكس تايمز تروح ال 3 الناحيه التانيه، بدل ما هي تايمز تبقى ديفايدد 3. يلا بينا. يبقى هقول له 126
divided by 3 هتيكوال كام؟ هتيكوال 42. يبقى الاكس ايكوال كام؟ 42 proved. وهنا نكون خلصنا أول جبرنريت. أشوفكم على خير في جبرنريت تاني، والسلام عليكم.